تفتكر أحلام الطفولة ممكن تتحقق لما نكبر؟ السؤال ده إجابته ده اللي بيسعى ليه بطلنا إنه يحقق حلمه إنه يبقى قرصان بحري، لكن مش بنفس الصورة النمطية اللي كلنا نعرفها. والسبب علشان يدور على كنز كبير القراصنة زمان كان مخبيه في مكان ما، وطبعا ده كان متعارف عليه أسطورة الكنز. بس هل هي حقيقة ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه وهنكتشفه مع لوفي بطلنا النهاردة، واللي أثناء تحقيق حلمه بيقابل ناس بتسعى هي كمان لتحقيق أحلامها، بس كل واحد بطريقة مختلفة. فهل هتتقاطع طرقهم ويكملوا مع بعض رغم اختلاف كل واحد منهم ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه من خلال الأحداث. مسلسل وان بيس، مسلسل المغامرة مع جرعة الكوميديا هتشدك معاه من أول 5 دقايق في أول حلقة. المسلسل لايف أكشن من أنمي شهير بنفس الاسم، والجميل إن المسلسل ظبط أشكال الشخصيات بالظبط زي شكل الشخصيات في مسلسل الأنمي. كمان في كمية إبهار بصري وكادرات تصوير هتلفت نظرك وهتخليك مستمتع بتجربة المشاهدة. المسلسل كمان صغير 8 حلقات بس، فعادي إنك ممكن تخلصه على مرة أو مرتين بالكتير قوي، لأنك مش هتبقى بس بتتفرج، لا انت بتبدأ رحلة مع الأبطال والأحداث اللي بتتفاعل معهم وبتضحك وبتتأثر بمشاهدهم. المسلسل متوقع ان يبقى ليه جزء تاني، فمع ترشيحنا النهاردة بنضمن لك تجربة مشاهدة رائعة وخفيفة في نفس الوقت وكمان عائلي. فلو عجبك ترشيح النهاردة شوفه وقول لنا رأيك في الكومنتات. ولو كمان متابع لجميع أنواع الدراما العالمية تقدر تتابعنا في صفحتنا Behind Drama اللي هتلاقي لينكها تحت الفيديو، مع لايك وسبسكرايب وتتابع كل جديدنا في ترشيحات Behind مع دعاء إبراهيم.